مفيش حد بياخد جنسية عشان يشتري شقة. يعني الجنسية ديت لازم يا إما بتقعد 5 سنين انت شغال في البرتغال بإقامة عمل، تاخد إقامة 2 في 3 تكمل 5 سنين بتبدأ تقدم على الجنسية، أو إن أنت بتتجوز من برتغالية وبعد 3 سنين بتاخد الجنسية. دي أول حاجة. الحاجة التانية، كان الأول في حاجه اسمها اللي هي الفيزا الجولد، الفيزا الذهبيه، ان انت تقدر تشتري عقار وبناء عليه بتاخد برضو اقامه ليك ولاسرتك ولوالدك ووالدتك ولاولادك، وبتيجي على البرتغال ان مقابل ان انت تشتري ايه العقار دوت. العقار ده لو في لشبونه قلنا قبل كده مش هيقل مثلا عن 500,000 يورو. هم منعوا الكلام ده ووقفوا الفيزا دي وخلوا البديل ليها فيزا اللي هي استثمار، تفتح شركة تشغل عندك 10 أفراد برتغاليين أو ناس ليجل عندهم إقامة، وساعتها تقدر ان انت تاخد برضو الفيزا.